شهدناها وشهدتها البلاد منذ نحو شهر، وقد تولى رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي السلطة مؤقتا حسب ما ظهر وخرج على التلفزيون، وقال ذلك البيان أن الرئيس كلفه مؤقتا بتولي صلاحيات رئيس الجمهورية. الآن معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. وجد، لازلنا في إطار ردود الفعل الرسمية، هل رشح عن واشنطن أي موقف رسمي جديد؟ نعم جمال، الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مايك هامر صرح قبل قليل بأنه من حق الشعب التونسي أن يختار قادته، وبأن البيت الأبيض يراقب حاليا عن كثب التطورات الجارية على الأرض في تونس. وتصنب الخارجية الأمريكية وعلمنا أنهم حاليا بصدد صياغة بيان مكتوب كرد فعل أمريكي رسمي على التطورات التي شهدناها اليوم في تونس ومغادرة الرئيس التونسي بن علي لتونس. طبعا كانت واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية وحتى صباح اليوم قد أبدت قلقا عميقا إزاء ما سمته بالمستوى الكبير لاستخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل السلطات التونسية، كما أنها كانت طالبت السلطات التونسية صباح هذا اليوم بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تعهد بها بالأمس الرئيس بن علي في خطابه بشكل فوري، وذلك من أجل تلبية احتياجات الشارع التونسي. طبعا إذا هناك ترقب هنا في البيت الأبيض لما يجري على الأرض في تونس، وهناك سبقت هذا الترقب حالة من الامتعاض إزاء الطريقة التي تعاملت بها السلطات التونسية مع المتظاهرين التونسيين، والتي تسببت بمقتل العشرات منهم، حتى أن الخارجية الأمريكية كانت قد طالبت بالأمس بوجوب أن تنتهي الأزمة في الشارع التونسي بشكل سلمي، وأن تكون هناك نهاية سلمية لمشهد العنف والمشهد الدامي الذي شهدته هذه الحقيقة يعني تعابير وبيانات دبلوماسية معروفة من الخارجية الأمريكية، ولكن الواقع على الأرض ربما يفرض الآن تصور وموقف جديد للإدارة الأمريكية. قلت بأن المسؤولين يبحثون الآن في ربما صياغة بيان مكتوب حول هذه التطورات الأخيرة، ولكن يعني لا أحد يعرف حتى اللحظة فيما إذا كانت فرنسا وبالدرجة الأولى طبعا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية ستقبل بهذه التطورات التي حدثت مؤخرا، وهي ظهور محمد الغنوشي الوزير الأول على شاشة التلفزيون وطرحه وإلقائه بيانا يقول فيه بأن الرئيس زين العابدين كلفه بصفة مؤقتة بإدارة شؤون البلاد تحت عنوان صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، ولكن لا نعرف حتى اللحظة يعني هل مثل هذا الإجراء يمكن أن يكون مقبولا من قبل واشنطن؟ نعم، حقيقة بدا واضحا من حديث البيت الأبيض أن اختيار القادة والزعماء في تونس هو حق لصالح الشعب التونسي تفرضه كل شرائع حقوق الإنسان. لذا يعني ربما بغض النظر عن شخص الغنوشي، فما يهم الأمريكيين بحسب بيان البيت الأبيض هو أن ينال المسؤول الأول في البلاد رضا الشارع التونسي. لا أود استباق الأحداث أو إصدار الأحكام، ولكن من الواضح أن الأمريكيين يشددون على هذه القضية، وهم بانتظار معرفة متى سوف تجرى هذه الانتخابات المبكرة لاختيار المسؤول الأول في تونس. طبعا الأمريكيون كما ذكرنا هم ما زالوا يراقبون تطورات الأحداث وما زالوا يحاولون معرفة ماذا
تعني مغادرة الرئيس التونسي الأرض تونس؟ هل هي مغادرة أبدية أم أنها مغادرة كما فهمنا من الغنوشي مغادرة مؤقتة، وبأنه كلفه خلالها بتولي تصريف الأعمال في تونس؟ لذا هم لذلك هم قالوا يعني منذ بداية هذه التغطية وتطورات هذه الأحداث وكذلك البيان الذي ألقاه الغنوشي، نحن استضفنا الحقيقة عدة قطاعات مختلفة، إن كانت سياسية أو تحليلية أو قانونية أو حتى من داخل الحركات الداخلية، نقصد يعني من فئات الشعب التونسي. الكل يجمع على أن هذه الخطوة هي خطوة تكتيكية، وأن الغنوشي هو ابن النظام، وبالتالي هي حسب ما يعتقد بأنها محاولة للالتفاف على مطالب هذا الشعب يريد إسقاط النظام بالكامل. مثل هذه الطروحات يعني هل يمكن أن تتضمن موقفا حولها إزاءها من قبل الإدارة الأمريكية في البيان المكتوب الذي قلت أنه يتم صياغته في هذه اللحظات؟